انا جاي النهارده اسير الجدل معاكم، واللي عايز يتخانق يتخانق، بس لازم تجربي الطبق ده الاول. ده طبق تونة بالفول، بس طلع طعمه مش متخيلاه. كنت هموت واخلص الوصفة علشان ادوق الطعم، وطلع خطير. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. اول حاجة انا جبت وok كده على نار عالية، شوية حلوين من الزيت، بعدين نزلت فيهم ببصلاية مفرومة ناعم. بعد ما قلبت البصلة كده ودبلت معايا، نزلت عليها بفصين من الثوم المفروم برضو ناعم. تقليب مستمر كده لغاية ما تشمي بقى الروايح، وكان اختياري نزلت عليهم بشوية كده من الفلفل، قرن فلفل كده مقطعاه شرايح صغيرة. كل ما بتقلبي كل ما الروايح الحلوة بدأت تطلع كده. بعدين طماطمية مفرومة برضو مكعبات، ومعلقة كبيرة من صلصة الطماطم. تقليب مستمر كده لغايه ما تحسي ان كله اختلط معاكي، انزلي عليهم بشويه من الميه المغليه، وغطي على الكلام ده كله وسيبيه يتسبك مع بعض. وبعدين انزلي ببهاراتك، الملح والفلفل الاسود وطبعا الكمون، عشان الفول بيحب الكمون. تمام. بعد ما بيتسبك وكل الكلام ده كله بقى بدأ ان هو يدبل معانا، هنبتدي نعمل ايه؟ جبت الفول بتاعي اللي مدمساه، فرمته ناعم جدا، وبعدين شويه من الكزبره الخضراء. السر بقى علبه من التونه. ما تستغربوش، انا عايزاكم بس تجربوا الوصفة دي وتشوفوا الطعم عامل ازاي. هتقلبي كله مع بعضه، وفي الاخر كده لو لقيتيه قوامه تقيل زودي مية مغلية، وسيبيه يفضل كده يشكشك شوية على النار، والملح والفلفل والكمون، واخر حاجة عصرة كده من عصير الليمون. ما اقولكيش، اخر حاجة انزلي بقى ايه عليه؟ طحينة كده على الوش، وشوية من زيت الزيتون. انا عايزه اقول لكم خطير خطير خطير، واللي ما جربش الطبق ده بجد فايته كتير. ايه ده، لايقين على بعض، خطير وفايته كتير. جربوا الوصفه دي بجد، الفول بالتونه في حته تانية خالص. بالهنا والشوف مقدما. باي باي.